السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة هقولها وما كانش ينفع اقولها سابقا، لكن حاليا انا ممكن اقول كل شيء. هل تعلم ان التأثيرات الكوكبية في خارطتك الفلكية، الخارطة بتاعتك الفلكية، ممكن تكون سبب من اسباب اصابتك بامور اقوى من السحر؟ تاني، عشان المعلومة دي خطيرة وبقول لك محدش هيقولها لك، واتحدى اي كائن على كوكب الارض ان يقول عكس الكلام ده. هل تعلم ان في خارطتك الفلكية الخاصة ممكن يحدث توليفة كوكبية لو ما اخدتش بالك في حياتك؟ هيبقى عندك تأثيرات اقوى من تأثيرات السحر. انت مش بتروح كتير لناس اللي بيفكوا السحر والكلام ده وتلاقي الدنيا هيها؟ حصل؟ اه حصل. سمع مليون واحد بيقول لي حصل. ده بسبب ايه؟ بسبب امور في خارطتك او تحركات كوكبية وزوايا في خارطتك الفلكية بيسبب لك عكوسات وتوترات ومشاكل أسوأ من السحر ساعات. طبعا السحر حاجة رهيبة، لكن أنا بقول لك على التأثيرات اللي هتشعر بيها. يعني هتقول أنا مسحور، أنا عندي سحر، أنا معمول لي عمل، أنا كده. لا، هو كل الموضوع توزيعة كوكبية خطيرة. علم الأبراج ده علم خطير جدا، لدرجة إن في كواكب، يعني عندك، احنا أمرنا، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، من تأثيرات الرسول اللي أمرنا، عشان ما حدش بس يفتي، يعني حد يتكلم كتير يعني. تمام. ان احنا نصلي ساعة الكسوف. الكسوف ليه؟ علشان القمر والشمس تأثيراتهم مباشرة وظاهرة لينا على كوكب الأرض. في كواكب تانية اسمها الكواكب العميقة. الكواكب العميقة اللي بتدي تأثيرات عميقة داخلك وهي أصلا بعيدة، ملهاش تأثير مباشر على الأرض زي الشمس والقمر. عشان كده الرسول أمرنا ساعة الخسوف درءا للمخاطر ان احنا نصلي، لكن ما امرناش لعطارد لان دي متعلقه بمشاعرك وحياتك، بدنيتك وحياتك الشخصيه، عملك، كل شيء. عشان كده بوضح لكم ان التأثيرات الكوكبيه رهيبه، منها جزئيه السحر. ان انت في حاجات حواليك الدنيا بايظه خربانه، علاقاتك كلها بتتفشكل، امورك الماليه بايظه، كل حاجه بايظه. ده نتيجة للتأثيرات للكواكب العميقة، التأثيرات العميقة. وده بيتمثل في الكواكب الأخرى غير الشمس والقمر، في المريخ، في أورانوس. هتلاقي الكواكب التانية دي تأثيراتها التأثير العميق عليك، بيأثر عليك في خارطتك الفلكية، وتشعر أنك منحوس زيادة، معمول لك عمل. تلاقي الست اللي بنتها قاعده تعيط على بنتها وتقول الدنيا معاها بايظه في العلاقات. لا، دي توليفه كوكبيه، وبيبقى لها حل مع فتح الخريطه الفلكيه. بيبقى لها حل، او بنعرف الدنيا تمشي ازاي. لكن نرجع لحته ان احساسك بالسحر او احساسك بالتعب ده بيبقى توليفه كوكبيه في خارطتك الفلكيه الخاصه، ممكن تصيب البعض بالجنون. بيبقى زوايا نحسيه، زوايا بتطل عليك في بيت العلاقات، بيت العمل، تلاقي نحس دايما في العمل او مشاكل. بيت كذا، بيت كذا، بيبقى ليه حل وبيبقى ليه اختيارات مناسبة. انا بكلمكم من واقع علم الابراج، وبستشهد بكلام الرسول. عشان كده يجب ان نعلم اللي محدش عايز يقوله لكم، ان في حاجة اسمها تأثيرات للكواكب العميقة. غير التأثيرات الظاهرة المباشرة من القمر والشمس، في تأثيرات للكواكب الأخرى التي تؤثر عليك شخصيا في حياتك وفي كل الدنيا، لكن بتؤثر في مشاعرك، إحساسك الداخلي، نظرة الناس ليك، الترتيبة للكواكب التي تجعلك يا في حظ، يا في مشاكل. طبعا يوم الولادة حضرتك احنا بناخد سكرين شوت كده، يعني بناخد لقطة يوم الميلاد
لحضرتك، وبنشوف توزيعة الكواكب دي فين بالظبط، ايه اللي موجود في بيت المال، ايه اللي موجود في بيت العمل، اي كواكب. لو كوكب المريخ بيبقى فيه لخبطه في العمل ومشاكل لفتره زمنيه معينه، طبعا دي حسابات فلكيه كلها بنحسبها في الخريطه الفلكيه، واي حد عمل خريطه فلكيه معايا فهم اللي انا بقوله ووصل لكل شيء. الى جانب الشخصيات كمان بتبان، ده موضوع كبير مش هنتطرق ليه، لكن انا عايز اقول لكم بس تاثيرات. اللي يقول انا عندي سحر ويروح ل1000 واحد ويقول لك انا فكيت لك وعملت لك، ولا حاجه بتتفك ولا حاجه بتعمل، وتفضل زي ما انت. ده بسبب التاثيرات للخارطه الفلكيه. انا بحاول ان انا اوصل رساله عشان الناس تستريح ان في تاثيرات مباشره وتاثيرات اسمها التاثيرات العميقه لتوزيعه الكواكب. التاثيرات العميقه دي بتبقى في الكواكب البعيده السحيقه، والتي تؤثر بشكل مباشر على حياتك في موقعها في الخريطه الفلكيه، الى جانب الكواكب الحاكمه لك. الكوكب الحاكم لك. عشان كده لازم ناخد بالنا من ده. العلم اللي بيحاولوا يدفنوه، العلم اللي بيحاولوا يكفروه، ده فرق مع الآلاف، ده فرق معايا انا شخصيا في حياتي. فاحنا بنقول مجرد تأثيراته ايه؟ تلك التوزيع. اذا لما تشعر ان انت في حالة الدنيا بايظة، الدنيا خربانة في مجال ما معين في حياتك، سواء في عمل او مال او علاقاتك العاطفية، في بتقابل نحس دايما، ده بيبقى على الاغلب زوايا كوكبية في خارطتك الفلكية، وبتوضح الطريق عن طريق فتح الخريطة الفلكية، وبنعرفك الدنيا ماشية ازاي. امر خطير جدا، وامر يعني للاسف الناس اللي مش بتقتنع ما تقتنعش. يعني انت تقتنع بكلام الرسول، او تقتنع ان الشمس والقمر والخسوف الرسول قال لنا صل. طب ليه قال لنا صلوا الرسول بس بص، ليه اتقال لنا صل؟ معلش فكر كده. هو احنا ليه بنجزأ المواضيع يعني؟ ليه بنجزأ المواضيع؟ ليه بناخد اللي احنا عايزين نقوله على رأي انا اخدت الحته دي بس طب ما نشوف تبعاتها. يعني ما دام احنا اتأمرنا بان احنا نصلي في ساعه القرآن، يعني لها تأثير مباشر، صح ولا انا غلطان؟ ده لها تأثير بخراب الدنيا. يعني انت درءا للمخاطر، يعني تحركات القمر والشمس ممكن تعمل مصيبة، ممكن تعمل. مش انا اللي بقول والله. انا عايز بقى فيلسوف يطلع يقول لي انت كلامك غلط، اصل دول كتار ومش من مصلحتهم ان علم الابراج يظهر. ده انا هنا في اوروبا اكتر حاجة علم الابراج ده حاجة رهيبة. اهو العالم الاول، الناس المتقدمة ماشيين على ده. انا بحاول اوجه رسالة وبعرفكم ان مش كل حاجة سحر، ده في امور، حاجات كتير جدا وعلم كبير جدا محدش يعرفه. بأمر الله معظم اللي سمع كلامي في كشف الخريطة الفلكية اللي انا عملتها له الحمد لله دلوقتي في مكان تاني، بأمر الله. حبيت اوجه رسالة، وحبيت اعرف الناس الدنيا ماشية ازاي، ومش كل السحر اللي انت حاسس بيه لا ده مش سحر، ممكن يكون زوايا نحسية للخريطة الفلكية الخاصة بيك. عائلة التنويم التاني، الناس اللي بتتابعنا من غير اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو حابب تشوفنا تاني، اشتراك وتفعيل الجرس. يا رب كده الجميع يكون بأمن وأمان. السلام عليكم.